عمرك حسيت إن أبوك أو أمك بيصدقوا الغريب عليك حتى قبل ما يسمعوك؟ الوجع ده بيفضل جواك سنين. في سؤال مهم جدا جالي بيقول: ليه بعض الآباء بيهينوا أولادهم وبيصدقوا الغريب عليهم من غير ما حتى يسمعوه؟ الإجابة للسؤال ده مهمة جدا. في اللحظة اللي الغريب بيشتكي من الأولاد، الأب أو الأم بيبقوا مش شايفين الحقيقة، هم شايفين حاجة واحدة بس: صورتهم قدام الناس. يعني أول ما حد يشتكي من الأولاد، الأب والأم بيتوتروا وبيخاف يتقال عليهم فشلوا في التربية، ما عرفوش يربوا، فبيتصرفوا بسرعة وبيهاجموا ابنهم أو بنتهم من غير ما حتى يسمعوا لهم، من غير ما حتى يفهموا منهم أي حاجة، من غير ما يدوا فرصة حتى للكلام للبنت أو الولد إنهم يدافعوا عن نفسهم. بس اللي محدش واخد باله منه إن الطفل في اللحظة دي مش بس بيتظلم، ده بيحس إنه ملوش ظهر في الدنيا كلها. يعني بيبدأ يفقد الثقة من أقرب الناس ليه، وبيقول لنفسه: طالما أهلي مش مصدقيني أحكي لمين؟ ومع الوقت يا كل أب وأم يسكت وبيبعد وبيقفل على نفسه، ودي لوحدها كارثة كفيلة إنها تدمر ابنك. فالتصرف الصح يا كل أب وأم: أول حاجة، اسمع الأول لابنك قبل أي حكم. تاني حاجة، خليك في ظهره أو خليك في ظهر ابنك حتى قدام الناس، وبعدها لو غلط حاسبه بينك وبينه، مش قدام الناس. كده أنت ربيته وما كسرتوش. يا جماعة، ابنك يا كل أب ابنك محتاجك تصدقه قبل أي حد في الدنيا.